السلام عليكم العشران. اليوم غنعطيكم السارود ديال اي جمله في الالمانيه. ما يمكنش تبني دار بلا ساس، والساس ديال الالمانيه هو ضمائر الفاعل او البيرسونال برونومن. غنشرحهم لكم بطريقه ذكيه مختصره وفيه كودات غيهنيوكم من تلاف. وجدوا ورقه وستيلو ويلا نطحنوا هاد الدرس. إيش أنا سهله بين دو أنت أو أنتي. دابا ركزوا معايا في هاد الثلاثه، هما اللي فيهم الخدمة. هو للمذكر، زي هي للمؤنث، هو هي للمحايد. عقلوا على هاد المحايد حيت غنحتاجوه بزاف في قاعدة الألوان. هنا فين كيدوخو الدراري عندنا 3 ديال زي هي البنت، زي هما الجمع. زي ديما بأس كبيرة، هذه هي صيغة الاحترام. أو حضرتك فاش كتهضر مع شاف، بوليسي أو موظف ضروري تستعملها باش تبان مربي ومحترم في ألمانيا. فير نحن، إير أنتم أنتوما. ردوا البال لنطق حرف هنا ما كيتنطقش، كنطولوا غير الإي، كنقولوا إير. الأمثلة مع شرحها بالدارجة المغربية. إيش ليرن دويتش، أنا كنتعلم الألمانية. دو بيست كلوك، أنت ذكي، أنت ذكية. kommt aus Marokko، هو جاي من المغرب. Sie heißt أمينة، هي سمتها أمينة. Es ist gut، هي مزيان. Wir gehen nach Hause، حنا غاديين للدار. Ihr seid fleißig، انتوما مجتهدين. Sie spielen Fußball، هما كيلعبوا الكورة. Sie sind der Lehrer، حضرتك هو الأستاذ. اختبار سريع، كتبوا لي في التعاليق الضمير اللي كنستعملوه باش نهضروا مع بزاف ديال الناس. أنتم غنشوف شكون اللي كان مركز معايا. تبارك الله عليكم. في الفيديو الجاي غنشوفوا كيفاش نلصقوا هاد الضمائر مع الأفعال. تهلاو وتشوس.